السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ كراميل 48. الوصفه نتاع اليوم غادي تكون الدجاج مشوي في الفران بالشعريه والخضره. كنجمعوا كلشي وكنديروه في الفران وكنتهناو. كيجينا طايب زبده محمر، كيجي بنين ولذيذ. وصفه اللي هي سهله ودغيا كنوجدوها. وهذيك الشعريه كتجينا في قمه اللذه، وهذيك الخضره اللي كنديروها معها كلها كتجينا طايبه. وكما ديما كنبغي نشكركم بزاف كتشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتخليوها لي، واخا قليبات ولا وريضات، غير باش كنعرف بانه الوصفه راها عجباتكم. كنقول لكم جزاكم الله كل خير. بالنسبه للتوابل كنحتاج معلقه كبيره ديال العطور ديال الدجاج الا كانوا موجودين، معلقه كبيره ديال سكينجبير. الملحه كديروا على حساب القياس، وديروا حسابكم بانه راكم غادي تكثروا المصير. واحد المصيره اللي كنقطعوها غير صغيور، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السودانيه، ومعلقه صغيره ديال الكمون، كيعطيها بنه على بنه. نخلطوا كل شيء. صدقوني غير جربوا هذه الوصفه، راها سهله وبسيطه. كنخلطوا كلشي وبنفس العطريه كنديروا بها الشعريه، وفي نفس الوقت كنديروا الدجاج، وكلشي كيطيب دقه واحده. كنزيد واحد 2 معالق كبار ديال الصوجه، وغادي ناخذ واحد الدامه ديال الزعفران صغيره وكندوبها في واحد الكاس ديال نتاع اتاي نتاع العنبه ديال الماء. وهنايا واحد 4 ديال الفصوصه ديال الثومه اللي حكيتهم على الرقيق. هذيك دامه نتاع الزعفران من الاحسن كندوبوها في الماء باش كتذوب لينا دغيا، ومن الاحسن كيكون الماء سخون. وحتى هذاك الماء كنخلطوا به هذيك العطريه باش كتجينا شويه عطيان باش كتقدر تخلط لينا. وندير واحد 3 ولا 4 د المعالق كبار ما بين القزبر والمعدنوس، ومن الاحسن الا كان القزبر والمعدنوس يكونوا طريين. واحد 3 د المعالق كبار ديال الزيت الروميه، ونزيدوها واحد المعلقه كبيره ديال الزيت البلديه باش كتعطيها البنه. هذه هي ضامه تاع زعفران اللي درتها في الماء سخون. نخلطها مزيان ونضيفها لهاد التوابل ونخلطوا كلشي مزيان. الكميه نتاع الدجاج اللي كانت عندي هنايا تقريبا واحد الدجاجه اللي مقطعاها طروفه صغيورين. غادي ندير النص ديال الكميه من هذيك التسبيله في هذا الدجاج، والنص الاخر كنخليه الشعريه. نخلطوها مزيان في هذيك التسبيله ديالها ونخليوها كتشرب، وكندوزو للشعريه. بالنسبه للشعريه اللي عندي هنايا، الشعريه ديال الروز اللي راني سالقاها 100% ومقطعاها طروفات صغيورين، لانه راه في الفران الا خليتوها خضراء ولا درتو لها غير نص سلقه راه ما كطابش لكم دغيا. درت هنايا واحد 3 ديال الخيزويات كبارين اللي قطعتهم رقيقين كما كتشوفوا. وبالنسبه للبطاطا حتى هي درت 3 ديال البطاطات، ولكن بالنسبه للبطاطا مقطعاها مكعبات كبار، لانه البطاطا كطيب دغيا على خيزو. ونزيدوا لها هذيك كنزيدوا ديك التسبيله اللي بقات لنا، ولا عندكم شي تقينصات ولا كبيده حتى هي كنخلطها معاهم. وضفت لها هنايا حتى واحد شويه نتاع الزيتون اللي كان عندي خضر مقطع. رجعت هنايا كلشي لواحد الصينيه كبيره باش كتهز لي هاد الشعريه وكتهز هذاك الدجاج. صافي من بعد ما كنقادو مزيان هذيك الشعريه وديك الخضره في هذيك الصينيه، كنشدو هذوك الطريفات ديال الدجاج وكنسدفوهم وحده حدا الاخرى. ونذكركم اكيد الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتخليوها لي، وما تنساوش تشتركوا بالقناه باش كيوصلكم كل جديد. ولا بقات لنا شويه من هذيك التتبيله كنزيدوها فوق هذاك الدجاج. وضروري ما كنغطيوه بورق الزبده هو الاول، عاد كنزيدوا له ورق الالومنيوم باش دغيا كيطيب لينا. الفران راه سخون وعلى نار موسطه لمده 45 دقيقه غادي تلقاو الصينيه ديالكم طايبه. نشوفوا معايا هنايا من بعد ما طاب ليا هذاك الدجاج ما شاء الله كيجينا محمر، كيجي فتي طايب زبده. وحتى هذاك الدجاج ملي كيكون يطيب هذيك المريقه ديالو كتبقى طيح على داك الشعريه وكتزيدها بنه على بنه.
وكما ديما مع الوصفات السهله واللي دغيا كنوجدوها والسريعه. دجاج مشوي في الفران كيجي مع الشعريه والخضره كيجي في قمه اللذه. هذا هو الشكل النهائي نتاع الوصفه نتاعنا، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو نتاع اليوم ينال الاعجاب تاعكم. غادي نقول لكم دمتم في حفظ الرحمن، مع السلامه والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش اللي يجربها يرجع يرد عليا في التعاليق.